مساء الخير يا أعزائي، يوم جديد آخر سعيد من أيام الأحداث والفعاليات والمنح المتكررة والكثيرة والمتجددة. اليوم منحة جديدة تختلف عن آخر منحة كنا نحكي عنها، منحة الحكومة السويسرية اللي كانت حصرا مخصصة للباحثين وطلاب الدكتوراه. أما اليوم عندنا منحة وزارة التعليم العالي المصرية المخصصة، والشيء الزين والجيد بهاي المنحة أنها لكل التخصصات. بكالوريوس تريد تنشمل بهاي المنحة تقدر، تريد ماجستير تقدر، تريد دكتوراه هم اكو مقاعد متاحة لدراسة الدكتوراه بهاي المنحة. زين التخصصات، كل التخصصات متاحة ومفتوحة وممكن ان تدرسها بمنحة وزارة التعليم العالي المصرية. هل هي مقعد واحد؟ هل هي مقعدين؟ هل هي 4 5 10 مقاعد؟ لا، هي 50 مقعد لمختلف انواع الدراسات. راح نجي نشوف التفصيل مالتها والشرح، لان اكو كتاب رسمي صادر من وزارة التعليم العالي العراقية تعلن بيه عن هاي المنحة، وان القبول لازم يصير بشكل اساسي والترشيح عن طريق وزارة التعليم العراقية. هذا هو الكتاب الرسمي، اعلان فئة غير الموظفين، وهاي اول ملاحظة لازم ننتبه لها بالنسبة لهاي المنحة، انها تشمل حصرا من هم غير موظفين، يعني كل الطلاب اللي رايدين يدرسون بس بعدهم هم مو موظفين. تدرون انتم انه اغلب واكثر الفرص تروح للموظفين، خاصة الفرص اللي تجي عن طريق بشكل رسمي الوزارات العراقية، وزارة التعليم العالي بشكل محدد. بس هالمرة الخبر الجيد أن المنحة المصرية تشمل بمقاعدها كلها منهم غير موظفين، وهذا الشيء يفتح المجال لعدد كبير من الطلاب راح يقدرون يقدمون وينافسون على المنحة المصرية. إعلان فئة غير الموظفين فقط، هذه نخلي جواها كم خط. زمالة دراسية مصرية العام الدراسي 26-27 أيضا نقطة مهمة، نحكي عن السنة اللي راح تجي، مو عن 27-28 مثل ما كان بالمنحة السويسرية. المنحة السويسرية من هسه يحضرون على سنة 27-28 السنة الأكاديمية وما بعد القادمة. المنحة المصرية هسه الآن حاليا فورا يتم التقديم ويتم القبول وتروح تدرس مباشرة، فقط إجراءات القبول والتقديم والفيزا، واعتبر نفسك انت بديت الدراسة. كل التخصصات مثل ما قلنا وراح نجي نشوف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تود دائرة البعثات والعلاقات الثقافية ان تعلن عن توفر 50 منحة دراسية مقدمة الى العراق من وزارة التعليم العالي المصرية العام 26-27 ولمختلف الاختصاصات. اللغات الاجنبية ما مشمولة، يعني اذا تريد تدرس انجليزي، اذا تريد تدرس فرنسي، لغات ما مشمولة فقط بهذه المنحة. انما كل التخصصات الاخرى، تقول لي طب، تقول لي صيدلة، تقول لي اسنان، لان اكثر الناس اللي يحصلون منح يحصلوها بس ما تشمل هاي التخصصات تقريبا الثلاثة. هنا نعم تقدر تدرس طب، بكالوريوس 20 منحة دراسية، 5 مقاعد لاختصاصات الطبية من بين هاي البكالوريوس، يعني من بين ال20 علوم، هندسة، آداب، تربية، كل الاختصاصات الأخرى 15 مقعد، 5 مقاعد مخصصة لدراسة الطب. وهذا خبر جيد، لأنه مثل ما قلت أكثر وأغلب المنح اللي تمر على الطلاب يلقون ما تشمل تخصصات الطب. عندهم 30 منحة دراسية لدراسة الماجستير والدكتوراه، يعني 20 للبكالوريوس و30 للماجستير والدكتوراه الدراسات العليا. خلينا يكون التقديم وفقا لنظام البعثات والزمالات والمساعدات المالية رقم كذا 3/2018. هسه هذا الحكي مو مهم، ما يهمنا حاليا. وفقا لشروط وضابط قناة النفقة الخاصة بالنسبة للمتقدمي شهادة البكالوريوس، على أن يخضع جميع المتقدمين لشروط وضابط الجانب المانح والمشار إليها في أدناه العمر والمعدل. يعني لازم تنطبق عليك شروط الجهة المانحة اللي راح نروح على موقعهم وزارة التعليم المصرية نشوف الشروط والمتطلبات، وهمينه لازم يتم ترشيحك من خلال وزارة التعليم العالي عبر القناة الرسمية اللي راح نجي نشوف الرابط مالتها جوا. الشروط المطلوبة بالنسبة لمتقدمي الدراسات العليا، طبعا هنا قام يفصل الكتاب ويشرح ان يكون المتقدم حاملا اكيد للجنسية العراقية، ان لا يكون منتسبا للدراسات العليا داخل العراق، يعني بعد ما بادي دراسة ومقبول للدراسة او مو هو فعليا حاليا الان دا يدرس، لازم ما يكون مقبول باي دراسه من الدراسات. هسه احنا نحكي عن شرط القبول الدراسات العليا، وحسن السيره والسلوك، وغير محكوم وغير مدان، وكل هاي التفاصيل الاعتياديه والمعروفه. يخضع المتقدم لشروط الدوله المانحه من حيث العمر والمعدل. شنو العمر، شنو المعدل، شنو المتطلبات، هم راح نجي نسمع ونقرا ونشوف ونفتهم عنها اكثر. المستمسكات المطلوبه بالنسبه لمتقدمي الدراسات العليا في حال التقديم على قناه مؤسسه الشهداء وشمول المتقدم بها، فعليه تزويدنا بكتاب ترشيح من المؤسسه للمنحه، يعني
يروح لمؤسسة الشهداء إذا هو من ذوي الشهداء، يطلب منهم كتاب، يقول لهم أنا أريد أقدم على المنحة المصرية، أنطوني كتاب أخذه لوزارة التعليم معنون إلى وزارة التعليم العالي العراقية باسمه، باسم الشخص اللي يقدم. هذه شغلة من الشغلات، بس هذه تخص اللي من المتقدمين عبر قناة مؤسسة الشهداء، لأن لهم مقاعد من بين ال50 مقاعد خاصة لمؤسسة الشهداء من بين ال50 مقعد الإجمالية. الأشياء المطلوبة أيضا غير كتاب ترشيح مؤسسة الشهداء، انتبه مدى أقول الكل ال50 مقعد لازم عبر مؤسسة الشهداء، لا، بس أكو مقاعد مخصصة لذوي الشهداء يتم الترشيح عليها من قبل مؤسسة الشهداء، 2 3 4 5 ما أعرف، ولكن مقاعد خاصة. باقي المقاعد تنطبق عليها الشروط اللي هسه راح أجي أحكيها. وثيقة الإعدادية والبكالوريوس مترجمتين، يعني الشهادة مال الإعدادية والبكالوريوس اثنيناتين هذا تدرس ماجستير، مترجمتين ومصدقتين حسب الأصول، مصدقة منين؟ يعني من وزارة التعليم مصدقة، ومصدقة كذلك من الخارجية. بالنسبة لمتقدمي شهادة الماجستير، هذا الحكي لجماعة الماجستير. وثيقة البكالوريوس والماجستير إذا تريد تتقدم على دراسة الدكتوراه، تجيب الوثيقة مال البكالوريوس والوثيقة مال ماجستير. أو الجدارية والأمر الإداري الخاص باحتساب المعدل الصادر من هذه الدائرة. هذه الدائرة يقصد وزارة التعليم، دائرة البعثات والعلاقات الثقافية. بالنسبة لخريجي دول غير العراق نسختين ملونتين، هذا بحال إذا كنت من متخرج من تركيا، متخرج من دولة أجنبية غير العراق، تجيب هذا الكتاب الخاص باحتساب المعدل صادر من دائرة البعثات والعلاقات الثقافية. طبعا جواز سفر، صورة لازم يكون نافذ أكثر من 6 أشهر، 3 نسخ ملونة، جيب جواز السفر 3 نسخ ملونة. مقترح بحث الماجستير إذا تدرس دكتوراه، إذا تدرس ماجستير تجيب مقترح بحث الماجستير. مقترح بحث الماجستير هو فكرتك البحثية، الموضوع اللي تريد تدرسه، القضية، المسألة اللي تريد تناقشها، هاي التفاصيل. نسختين ملونة من مقترح بحث الماجستير، مش نسختين ملونة افتراضا، اللي ممكن انت يكون الملف مالتك وورد بكتابة فقط ما يحتاج تلوينه يعني، بس افتراضا دا يقول نسختين ملونة اذا اكو شارتات، اذا اكو شرح بالصور، اذا اكو كذا بالبروبوزل مالتك او بالمشروع البحثي تجيبه ملون. ملخص بحث الماجستير ومشروع أطروحة الدكتوراه. مشروع أطروحة الدكتوراه هذا الموضوع يشمل المسار مال دراسة الدكتوراه، لازم يكون عندك research proposal أو مشروع دراسة الدكتوراه. كذلك النسخ ملونة، نسخة من البطاقة الموحدة مالتك، أكيد السيرة الذاتية باللغة الإنجليزية، CV تسوي باللغة الإنجليزية مو بالعربي، ما يفيدك ترى CV بالعربي، لازم تقدم CV مالتك باللغة الإنجليزية. هذا الحكي للدكتوراه، لا، لكل التخصصات. CV مالتك يعني بكالوريوس وماجستير ودكتوراه، اي تخصص ومسار تريد تقدم عليه لازم يكون CV مالتك باللغة الإنجليزية. توصيات عدد 3 باللغة الإنجليزية من أستاذ أو أستاذ مساعد حصرا، مو يعني توصية من جهة عمل، توصية من جهة عمل، توصية من مديرك السابق بالعمل كذا ما يحتاجوها. كل التوصيات لازم تكون أكاديمية، وحصرا من أستاذ أو أستاذ مساعد، أقل من هاي الدرجة ما يريدون توصية. عدد التوصيات هو لازم يكون 3. صورة حديثة عدد 3 أكيد. وشهادة الصحة الدولية مترجمة ومصدقة. شهادة الصحة الدولية شلون تسويها؟ تروح لوزارة الصحة تطلب شهادة صحة دولية حسب منطقة السكن مالتك، إذا بالكرخ الكرخ، وإذا بالرصافة الرصافة، أكو دوائر تسوي لك شهادة الصحة الدولية، يسوي لك فحص دم ويسوي لك تحاليل وينطوك هاي الشهادة باللغة العربية وباللغة الإنجليزية باسمك، تقول أنك خالي من الأمراض السارية والانتقالية والوبائية والمعدية وكل هاي التفاصيل. شهادة الصحة الدولية مطلوبة لكل من يريد يسافر للدراسة أو للعمل خارج العراق، الكل يحتاج هاي الوثيقة، مو شغلة صعبة، تقريبا خلال 5 أيام عمل تقدر تكملها وتنجزها. تروح يوم واحد فقط للفحوصات والتحاليل، وباقي الأيام تنتظر هم ينطوك النتيجة، تروح لهم بعد الموعد اللي قالوا لك عليه، تستلم الشهادة مالتك مختومة، تاخذها إلى التصديق من وزارة الخارجية وتعتبر رسمية ومعتمدة. الشروط المطلوبة من تقدمي شهادة البكالوريوس. هسه احنا كملنا الدراسات العليا، بدنا نحكي عن دراسة البكالوريوس الآن. البكالوريوس أن يكون المتقدم حاملا للجنسية العراقية، ويخضع المتقدم لشروط الدولة المانحة من حيث العمر، أن لا يقل معدل المتقدم عن 90% بالنسبة للمتقدمي التخصصين الصيدلة وطب الأسنان، وعن 95 بالنسبة للمتقدمي الطب العام. أما باقي التخصصات فيكون المعدل شرط الجهة المانحة لا يقل عن 70. يعني إذا تدرس هندسة، إذا تدرس آداب، إذا تدرس فلسفة، إذا تدرس علوم، إذا تدرس أي تخصص، شرط المعدل لازم يكون أقل شيء 70. زين، إذا تدرس طب، أي تخصص من التخصصات الطبية، 90 بالنسبة للصيدلة وطب الأسنان، و95 بالنسبة للطب العام. لازم معدلك بالسادس يكون 95 إذا تدرس طب عام على هاي المنحة، 90 إذا معدلك
90 لازم يكون معدلك إذا دا تدرس الصيدلة وطب الأسنان هم على هاي المنحة. باقي التخصصات كلها هندسة، علوم، أي تخصص آخر 70 مثل ما قلت. هذا هو الإعلان بشكل رسمي. المستمسكات المطلوبة بالنسبة لتقديم شهادة البكالوريوس هم تقريبا تتشابه ويا المستمسكات اللي ذكرناها للدراسات العليا. وثيقة الثانوية أو تأييد بالدرجات تأخذها من المدرسة مالتك، بعدين تصدقها من وزارة التربية، وهاي التسلسل. جواز السفر همينه، شهادة الصحة الدولية نفس الشرح اللي شرحت لي، شهادة الصحة الدولية أنت هم تسوي. صورة حديثة عدد 4، صورة شخصية إلك، خلفية بيضاء مال معاملات عدد 4. ضوابط ومتطلبات الجهة المانحة. الجانب المانح يعني وزارة التعليم المصرية تريد أن يخضع جميع الطلبة المتقدمين لشروط الجهة المانحة من حيث العمر. شنو شرط العمر؟ شنو متطلبات العمر؟ لا يزيد عمر المتقدم عن 19 سنة للحصول على شهادة البكالوريوس. إذا تريد تدرس بكالوريوس لازم عمرك مو أكثر من 19 سنة. 18 19 20 ما تقدر تقدم على مسار البكالوريوس. بالنسبة للماجستير عمرك لا يزيد عن 26 سنة إذا تريد تقدم على هاي المنحة. بالنسبة للدكتوراه عمرك ما يزيد عن 32 سنة إذا تريد تقدم على هاي المنحة لدراسة الدكتوراه. أما فيما يخص المعدل فعلى الطالب المتقدم للمنحة أعلاه أن يكون متفوق أكاديميا. شرط التفوق هو مطلب الجهة المانحة يعني وزارة التعليم المصرية. لازم يكون متفوق أكاديميا حاصل تقدير جيد كحد أدنى، أقل شيء جيد للمتقدمين للحصول على شهادة الماجستير. إذا تريد تدرس ماجستير أقل شيء لازم يكون تقديرك جيد. إذا تريد تدرس دكتوراه لازم حد أدنى درجتك بالماجستير كانت 75%. زين، بعد شنو اخير شيء ملاحظات مهمه، ان القبول النهائي واختيار المقبولين ضمن المنحه سيتم من قبل وزاره التعليم العالي المصريه بعد ان يتم ارسال مرشحين الاصلاء والاحتياط. يعني منو مرشحين؟ يعني وزاره التعليم العالي العراقيه دائره البعثات تجمع المتقدمين، تسوي فرز، تطلع اللي ما ينطبق عليهم الشروط، تقدم المرشحين الاساسيين بحسب التسلسل والمعدل والدرجه اللي محصلها والاحتياط كذلك. تم إعفاء المرشحين من رسوم التقديم على المنصة الخاصة بالجانب المانح، وسيتم تزويد كل مرشح بكتاب خاص به يؤيد ترشيحه للمنحة وصفة الترشيح والشهادة المستهدفة. زين، بعد شنو؟ التقديم على الرابط الخاص بالجانب المانح يكون بعد الترشيح، ويتم تحميل كتاب الترشيح بصيغة PDF، ملف PDF في الحقل المخصص لدفع رسوم التقديم. يعني من تحصل الترشيح باسمك من وزارة التعليم العراقية، مكان ما تدفع الوصل مال رسوم تخلي هذا كتاب الترشيح بالخانة المخصصة بالاستمارة اللي راح إن شاء الله نجي نشوفها. على الراغبين بالتقديم للمنح أعلاه، المنح مال بكالوريوس وماجستير ودكتوراه، التقديم عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بدائرة البعثات والعلاقات الثقافية. شنو هي هاي دائرة البعثات والعلاقات الثقافية؟ هذا هسه أفتح لك وتشوف. هذه هي منظومة البعثات، الرابط خلي لك اياه تنسخه تحطه هنا، تسوي حساب اذا ما عندك، واذا عندك حساب تدخل من هنا. التقديم بشكل اساسي يتم عبر هذه الترشيح مالتك، يعني التقديم بمرحلتين صار مفهوم. اولا تقديم عبر الجهه العراقيه، تحصل الكتاب، اذا حصلت كتاب ترشيح تروح تاخذه تقدم على الوزاره المصريه. فاذا انت عندك مرحلتين من التقديم، عبر منظومه البعثات اللي هي هاي، وأيضا عبر المرحلة الأخرى على الراغبين بالمنحة أعلاها التقديم على الرابط الجانب المانح أدناه. يعني نشرح لك بشكل آخر. أول شيء تستوفي كل المتطلبات وتجيب أوراقك تقدمها بهذا الموقع منظومة البعثات. هذا الموقع تابع وزارة الثقافة العراقية. تسوي حساب وتدخل، راح تلقى خانة تخص المنحة المصرية. قدمت من هنا، اجاك جواب على الايميل او على رقم الهاتف بترشيحك، تاخذ رسالة الترشيح PDF تقدمها هنا على هذا الموقع. هسه نجي نفتح هذا الموقع. هذا هو موقع وزارة الثقافة المصرية المنحة. ادرس في مصر. سجل الآن منصتك الشاملة. احنا ما راح نسجل هسه، بس ناخذ معلومات وتفاصيل وفكرة عن المنحة بشكل كامل. بالنسبة للتسجيل يا أعزائي والتفاصيل كاملة ومشروحة بصيغتها الشاملة على موقع رود تو جلوري، اللي راح نمشي خطوة بخطوة في فيديو آخر مختلف ومنفصل عن هذا، نشرح بالخطوات شلون يتم التسجيل بالجهة العراقية ودائرة البعثات تابعة وزارة الثقافة العراقية، وهنا عبر هذا الرابط اللي هو رابط المنحة نفسه من الجهة المصرية. سجل الآن
بعدين خدمات الجامعية. هذا المحتوى من الآن مخصص بشكل حصري لمشتركي رود تو جلوري. اللي يريد يسمع ويعرف ويتعلم ويشوف فيديوهات مثل هاي بس نشرح بها بتفاصيل كاملة عن المنح والتقديم والدراسة خارج العراق، بأوروبا، بأمريكا، بكندا، باستراليا واليابان وكل الدول حول العالم، رود تو جلوري بشكل يومي نحدث بياناتنا حول المنح اللي تصير. آلاف، مئات الآلاف من المنح تنشر يوميا، تصير وانت ما تعرف عنها. احنا مهمتنا في رود تو جلوري نجيبها ونخليها قدامك، نشرح لك بالخطوات مثل ما راح نسوي هسه عن آلية التقديم وطريقة التقديم، ويكون كل شيء واضح ومفهوم قدامك حتى يتيسر الطريق. ما عليك سوى أن تبدي تشتغل وتتحرك وتشوف نفسك بالسنة الجاية بادي تدرس عبر منحة تصرف عليك نفقات دراستك وانت خارج العراق أو خارج دولتك من كل الدول العربية. الموقع مو مخصص للعراقيين، كل المنح اللي ننشرها نراعي أن تكون مشمول بيها كل الدول العربية: الجزائر، ليبيا، المغرب، تونس، مصر، سوريا، لبنان، فلسطين، الأردن، العراق، الكويت، قطر، الإمارات، السعودية، عمان، اليمن، صومال، موريتانيا، وكل الدول التي لم نذكرها نعتذر منها، البحرين يمكن فقط هي اللي ما ذكرتها. كل الدول نراعي أن يتم شمولها بالمنح اللي نعلن عنها، لهذا الاشتراك بالموقع يعنى به كل هذول الدول. هسه هذا المحتوى الخاص بمشتركين في رود تو جلوري. إذن يا أعزائي، هنا وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم. أتمنى كانت هاي المعلومات مفيدة ومساعدة. أرجو منكم دائما لا تنسون تسوون متابعة ودعم، لأن هذا الشيء راح يساعدنا هواية أن ندفع عمل هاي القناة ومنصاتنا كلها. الاشتراك في القناة، والأهم هو الاشتراك في رود تو جلوري حتى تحصل كل الفرص والمنح والإعلانات الخاصة بالوظائف والمؤتمرات والتدريبات والفرص الدراسية اللي تصير كل مكان حول العالم، تحديث يومي وكذلك شرح بالفيديوهات. اشترك، قيمة الاشتراك كلش يسيرة ورخيصة، بس بالمقابل تكسب فرصة قد تغير حياتك من حال إلى حال. يا رب التوفيق لكل من ينوي أن يقدم على المنحة المصرية، وإذا واحد انقبل راسلوني على الإيميل أو اكتبوا لي بشكل من الأشكال، اكتبوا لي رسالة قولوا لي أنه شفنا هذا الفيديو وعرفنا الخطوات وقدمنا وحاليا انقبلنا وراح نسافر، لأن راح أكون كلش سعيد وفرحان بهاي المعلومة، وراح أدز لك رسالة أطلب منك أن تجي ونسوي فيديو نحكي بيها شلون قدمت حتى يستفيد الآخرين. كل هذا بغرض نشر المعرفة والمعلومة ومساعدة بعضنا البعض. ألتقيكم في فيديو آخر جديد في وقت لاحق يا أعزائي، وإلى اللقاء.